تمكن المنتخب الوطني المغربي من الفوز على منتخب جورجيا ب3 أهداف كانت من توقيع كل من يوسف النصيري، حكيم زياش وسفيان بوفال. تابعوا معنا أهداف هذه المباراة. تمريرة في العمق من حكيم زياش، يتمكن يوسف النصيري من تسجيل الهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي. محاولة المرور مع أشرف حكيمي، زياش تمريرة، هدف فعلا النصيري. اكيد هذا الهدف غيعطي ثقه اكبر للمنتخب المغربي، وكذلك اللاعب النصيري الذي مر بفتره فراغ جعلته يشك في امكانياته، وكان حتى المدرب وليد قال هذا ولدنا. وناحي حكيم زياش، تمريره جميله في الخلف في اتجاه حكيم النصيري غيدور مع كره. يا سلام، كنت زيد شويه تعطيها بتسديده اقوى، ترتقي الدرجات. شوف اللقطه اعاده، يعني حكيمي وكذلك زياش لاعبين اليوم بسخاء، يعني يسخرون امكانياتهم من اجل الاخرين. ومن مسافة بعيدة يتمكن حكيم زياش من تسجيل الهدف الثاني من قذفة صاروخية تستقر في شباك منتخب جورجيا بعد خروج الحارس عن مرماه. إن صحت التسريبات. شوف معايا اللقطة، تمريرة خاطئة من 55 متر، الهدية لا ترد، وإن كانت عند حكيمي بعيني مغمضين كيف كنقولوا، فقط تبعها الحارس جورجي ما تبين لي، وهي تستقر في المرمى. الهدف كيجي في الدقيقة 29، ثنائية لفائدة الأسود. عبد الرزاق حمد الله يصطاد ضربة جزاء ويتركها لزميله سفيان بوفال الذي يسجل الهدف الثالث في المباراة. عبد الرزاق حمد الله 3 مقابل 3. شنو غيدير بعبد الرزاق؟ مشات عند اللاعب سفيان بوفال امامه الشاعر عند عبد الرزاق حمد الله، وضربة جزاء لأن كانت لمسة يد. حصل الكرة ديالو وحاول يرفعها. كنشوف العميد كيقول بأن اليد كانت مجموعة مع يعني الجسد، ولكن راه تغير الاتجاه ديال الكرة. الحكم كان قريب من على بامارشفيلي، عطات الاشاره ديال تنفيذ ضربه الجزاء. ممنوع يدخل اي لاعب من اللاعبين داخل منطقه الجزاء، صعيب يقبطها رغم انه مشى في الاتجاه ديالها، ولكن السرعه باش كانت غاديه الكره قليل جدا ان اللاعب يغامر. هناك انشراح داخل المدرجات. 3-0 نتيجه من الناحيه المعنويه، تحفيز جيد للمنتخب المغربي. شوف اللقطه بكل هدوء، صعيب بكل صراحه رغم المتابعه ما يمكنش يحصل مثل هذه الكرات. مشات ملولبه دائريه وبقوه كبيره، ما يمكنش شيء. بالتالي الان ترتفع الحاصله الى 3-0. نهاية المباراة بفوز المنتخب الوطني المغربي على منتخب جورجيا ب3 أهداف-0. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء. وناحي حكيم زياش، تمريرة جميلة في الخلف في اتجاه حكيم النصيري غيدور مع